السلام عليكم خوتنا المشاهدين، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنوا تكونوا على خير وبخير يا ربي. اليوم غادي نهضروا على يسرى وفين سافرات يسرى بنت سعاد جوهره مغربيه. كيف ما شفنا يسرى ما بقاش كتحط في اليوتيوب وما بقاش كتحط الفيديوهات، وشفنا هاد الاواخر سافرات. كلشي كيتسائل فين سافرات يسرى، فين مشات يسرى. اليوم حطات واحد الفيديو وقالت بانها سافرات لمراكش. كلشي الناس كانوا يقولوا مشات لتركيا دير تجميل، والناس كما تنقولوا غير كيجيو يفموا قول ما كيعلموا، ما شايفين حتى شي حاجه. كل واحد واش تيقول، كل واحد وكيجمع كما تنقولوا في الذنوب. ولكن ملي صورات لينا هي سافرات غير لمراكش، وحنا عارفين مراكش وفاس راه بحال ماشي شي مدينه بعيده ولا شي مدينه شي دوله اخرى. داكشي علاش بنادم بلا ما يبقى يدي الاثم وهو ما عالم على حتى شي حاجه. شفنا يسرى مشات هي والجده ديالها، واش عندها اشهارات، واش مشات بعدت من هاد الضغط ديال المحكمه والمخزن وهاد القضيه كامله اللي مرونه عليهم، الله يفكها. الاسباب داكشي كيكون كما تنقولوا شخصيه وكتعنيهم هما. اما الناس اللي كيقولوا الهضره، وخصوصا المنتقدين اللي ما بقاوش عندهم حتى شي خدمه وكيبقاو يخرجوا من روسهم وكيطلقوا واحد الاشاعات اللي هي كاذبه وكيقولوا شي حوايج اللي هي ما كايناش، الله يهديهم على روسهم. كيف ما شفنا سعاد هاد الاخير بعدات وما بقاتش باغا تجبد المشاكل والمحاكم وداكشي اللي معلق ببناتها. ما ربما ندمات على داكشي اللي دارت، ما ربما لقات داكشي اللي كدير فيه غلط وديك الطريق اللي غاديه فيها غلط. المهم حبسات اليوتيوب ولاحت واحد الفيديو فاش مرضات الام ديالها وبعدات. هذا كيعني بان هذا الشيء كيعني بان سعاد ندمات على داكشي اللي دارت في بناتها. وحتى بناتها راهم بعدوا من السوشيال ميديا، ماشي بحال الاول كانوا بزاف. اما دابا شفناهم بعدوا من اليوتيوب وما بقاوش كيف ما كانوا في الاول، وما بقاوش كيتخاصموا مع الام ديالهم، ما كيعيروها ما حتى شي حاجه. انا كيبان ليا دوك المنتقدين لقاو شي كلمه زوينه يقولوها، ما لقاوش ما يبقاو لا يجبدوا الناس لا يعيروهم لا يلفقوا لهم شي تهم اللي هما ماشي فيهم، وخصوصا البنات. مازال لبنى والزوج ديالها ماشي مشكل، هادوك ناس كبار وحتى هما كيديروا علاش. اما دوك الجوجات راهم مازال قاصرات وكيتاثروا بهذاك الشيء. وكيف ما قلت لكم مني هما بعدوا على الام ديالهم وبعدوا على السوشيال ميديا، حتى المنتقدين نتمنى يبعدوا منهم وما يبقاوش يطلقوا عليهم شي اشاعات. راه باقي تابعهم زواج وباقي متابعينهم وليدات وتابعينهم عائلات بلا ما يلوثوا لهم الصوره ديالهم. هادشي اللي بان لي انا في الظن ديالي، والى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله.